راهو كان ما تربحوش الليبية نحن نوليو ليبية راهو. يلعب بالنار حرق روحه. رسالة نحبها توصل مش لشخص فقط لكن بها توصل لكل العالم، ورسالة موجهة خصيصا لمن يعتبر في نفسه فنان اللي هو لطفي العبدلي من تونس الشقيقة. مش راح نتكلم عليك هلبة يا لطفي العبدلي، انا بصراحة مش حاب نشهرك لان من كبيرنا لصغيرنا ما يعرفوكش للأسف، لان احنا نذكروا في نفسنا من لما كنا صغار ما عادش نتفرجوا على المهرجين بصراحة، الا القلة القليلة اللي تعرفك يعني. بس نحب نبشرك بالحاجة هذه. بس رسالة نحبها توصلك يا لطفي العبدلي ان ليبيا نارها حامية وصعب على امثالك ان هي توقف على ارضها، وانت تمثل في نفسك بس لانك انت ما تمثلش في دولة كاملة، ما تمثلش في تونس الشقيقة لنا فيها شرفاء وفيها ناس تفهم في الاصول وفيها ناس مطلعة على التاريخ وتعرف على التاريخ كويس. وانت اذا كنت حابب تعرف التاريخ وتبي تنشد على تاريخ ليبيا تابع تاريخ عمر المختار ومليون حافظ للقرآن الكريم. اين انت منهم ايها المهرج؟ شو رايك يا لطفي العبدلي؟ الكلمة على ليبيا بحسابها يا صديقي.